سينما. اتفضل. تمام، اسهل حاجه هوري لك افيش فيلم، بس الافيش مش عليه اسم الفيلم. وعايزك تعرف الشاشة هنا ولا فين؟ ولا دي ولا دي. رشدي أباظة، نجوى فؤاد. انا فاكر الفيلم ده، كمال الشيخ. بس الاسم لما خطف البنت هو ايوه، وقعد بيها في تحت والتعبان وصعب حبها بعد كده وانقذها. اسمه صعب. لا لا لا، سهل جدا. هو كان بيقول ان دول اتنين، حاجه وحاجه. سلاسة. ده هم اتنين اصلا، مفيش سلاسه خالص، ده هم اتنين. اتنين ايه؟ الاسم الفيلم صعب. حاجه وحاجه، حاجه شبه رشدي أباظة في الفيلم وحاجه شبه البنوته الجميله دي. الرجل رجل ايه؟ الرجل الثاني. الرجل والانثى. ممكن يبقى الرجل والانثى. لا، شيطان وملاك. شيطان وملاك. 3-2 ليا. اوكي. طب هو طبعا واضح ان في الفتره دي رشدي أباظة الشيطان. بس ما كانش شيطان رشدي أباظة يعني. لا، الشخصيه اللي كانت في الفيلم يعني الشخصيه عامله كده، بس البنت كانت ملاك. طبعا. طب كلمني بقى عن شياطين 2010. يعني انا حاسس لو الفيلم ده اتعمل دلوقتي هيبقى الشيطان هو البنوته، هو الجيل الجديد. لا، هو ده العفرطه. لا طبعا، ما زال الاطفال ابرياء طول عمرهم. ايوه ابرياء، بس كلمنا عن الجداد. لا بقى حداثه اخر عيال يعني السوق. بقى في وسائل يعني علميه سريعه، والولاد بقوا يعني الكمبيوتر طورهم والدراسات اختلفت سنه. بس الاطفال ما بتبهركش يعني لما تخش في نقاش مع حد عنده 6-7 سنين. هتفضل تنبهر على طول مع الزمن يعني. ممكن يعني من فتره قبل كده كان ممكن ابهاتنا ينبهروا بينا لو واد لبط شويه وشقي ودمه خفيف يعني عنده ذكاء خارق. الطفل المصري من اذكى الاطفال في العالم. فانا عايز اعرف مين اللي قال كده. طبعا ده حقيقه. بجد. طب ايه اللي بيحصل له؟ طيب ما اعرفش بقى. بيجي على الثانويه العامه كده بيفيص. ذكائه اقوى من المناهج اللي بيدرسها وهو لسه صغير. 3-2 ليا. كويس. والسؤال الجاي من الوصفات الشعبيه. اتفضل. اذكر اشهر وصفتين فلاحي لعلاج الصلع. لما حد يبتدي شعره يخف او بيروح. في وصفتين بيدلوا في الفلاحين تحديدا، وصفتين فلاحي واتنقلوا المدن شقاعين يعني. الصبار اول حاجه. تمام، هحسبها لك، بس هي مش مشهوره قوي برضو الصبار، بس مش كتير يعرفوها. لا الصبار ده معروف. ايوه بس الصبار مش متاح قصدي للناس كتير ان هي تتعامل بيه. الفلاحين. ويقول لك كل ضعضيد كتير. ضعضيد؟ الجرجير تقريبا فيه فيتامين الف كتير فيه. والسريس. ده اللي انا يعني اعرف. حاجه تاني بقى ايه؟ لو دهان موضعي للراس مثلا، ما سمعتش عن افكار في الحته دي. نخاع. نخاع ايه؟ دي جديده دي. نخاع دي اتجرت اعضاء. والله بيجربوا حاجات كتير قوي في الشعر ده بالذات. فمش عارف يعني، بس هو ده. هو اللي انت قلته ده هعتبره لك اجابه. بس اقول لك على حاجتين برضو جداد. فلاحي. طب استنى يمكن على بالك عشان ما فلاحي للشعر. وعلى مهلك. و3-3 انت جاي حسبت لك النقطه. مش عارف بقى يعني. انا عايز اقول حاجه. انا لا قولها تقريبا هي. لا بس ده في عند الكوافير. انا يعني ما عرفتش ان ده فلاحي ولا. كان في ناس بتحط البيض ده على ودي برضه شغاله. طيب عايز بس هو الاشهر بقى اشهر حاجتين بقى. اجيب لك على البيض ده شويه طز رز وفلفل. لا الاومليت كفايه. في التوم بقى، التوم يقشروا التومه ويفضل يدعك بيها راس البتاع. وفي بقى حاجه فلاحي بس ما شفناش حد عملها، بس هي مشهوره بينصحوا بيها. انك انت تحط راسك تمام قدام راس الجاموسه وبلسانها تلحس يعني الحته اللي هي اللي فيها الثعلبه دي او اللي فيها الصلع، والشعر يطلع بعدها باسبوع، بس تداوم عليها اسبوع. دي مشهوره جدا، احنا ما شفناش حد عملها يعني، بس هي الثابت عندهم ان هي شغاله بتجيب نتيجه. طلبت من لطفي وصفتين لعلاج الصلع، فقال لي 4 وانا متاكد ان ال6 مش شغالين عن تجربه يعني. وهنكمل مع بعض بس بعد الفاصل. يا لطفي دلوقتي اختبار الاصوات. اتفضل. انت جربتش اي حاجه من الاختراعات دي؟ ال6 اللي انت قلت ال6 ما عدا بتاعت البقره دي. عشان ساعات احيانا ده عامل وراثي، وبعدين كده ما شاء الله عامل وراثي. انا ابويا ما عندوش شعرايه بيضه
ما شاء الله. مش اصلا ما عندوش شعرايه بيضاء ما شاء الله، ربنا يخليك. هو بس كده عشان ده جواز قرايب اصلي. الجد انا والدي برضه الله يرحمه لحد ما توفى فوق ودخل في 70 يعني شعره ما كانش فيه. انا عندي خفيف شويه جدي. لا واضح ان الجيل طالعه الجديده هي اللي فيها مشاكل. ما فيش فيتامينات كتير. لا خضروات دهان ولا لا الخضروات تاكلها احسن. حاولت والله بس واضح ان هي ظبطت كده خلاص. بالهنا والشفا. طب اعمل لك اختبار في الاصوات. اختبار اصوات. اسمعك صوت مصري اصلي. تقول لي هو مين؟ عارف انا كل علاقتي بيها ان انا بحبها. يعني الكتب القديمه دي بحبها بموت فيها. وممكن كمان اموت منها. ازاي؟ فيها كتب صفراء من الكتب الصفراء دي يعني اول ما افتحها يهب منها تراب ريحته صعب جدا. تخنق. بيبقى في موضوع عايز اعرف عنه معلومات، حاجه تاريخيه مثلا، وساعات ببقى محتاج مجرد اني اعيش في جو معين، وساعات بحتاج ارجع للكتب اللي زي دي. واضح ان هو حد كتب ومثقف ومدور. صلاح جاهين. طب ما سمعنا شعر. طيب انا عارف انك بتحب شعر. بس وهحسب لك نقطتين. القصيدة بس مش لصلاح جاهين، لشاعر دلوقتي. هو مين؟ هو شاعر جامد جدا، صديق ليا اسمه احمد عبد الله. مؤلف السيناريست ده شاعر قوي جدا. سمعنا. كان كاتب. كنا بنعمل زمان مسرحية اسمها احلام بالمكسرات، كانت تأليفه وكان لنا مجموعة من النجوم فيها المسرحية. وكان عنده قصيدة اسمها لو في غمضة عين تتغير حاجات. لو في غمضة عين تتغير حاجات. كان كاتبها يعني. فبيقول لو في غمضة عين تتغير حاجات، وما اشوفش غير اول ما شفتك، ما اسمعش غير اول كلامك. لو تصغري في السن واصغر، تبقي بنت في قصر شوق، وابقى واد قدك يا دوب، واندهك نلعب في شارعنا اللي شاب، نبني بيت على الارض بخطوط التراب، تجري مني اجري منك، اضربك زي الولاد، تهربي بضحكة بنات، واحضنك بعد العياط، تنعسي في صدري انعس، يصبح الصبح يلاقينا عصفورين نايمين في شمسه. لو في غمضة عين تتغير حاجات، وما اشوفش غير اول ما شفتك، وما اسمعش غير اول كلامك، وابقى فارس من رومان، وادخل القصر اللي حيشك، وامرك بالسيف تجيني، يؤمر الملك النشيلك، يزعق الفرسان يعيش، فارس الفرسان يعيش. لو في غمضة عين تتغير حاجات، لو يشيب العمر وانت جنبي مني، نحكي لولادنا اللي فات، نحلم ساعات، نكذب ساعات، وساعات كتير بنضمهم، ما يبانش حضنك من حضنهم ولا شعرك من شعرهم. ده لو في غمضة عين تتغير حاجات. الله احمد عبد الله. الدرجه دي احمد عبد الله مش هديها لك. طبعا هديها لاحمد عبد الله. بس انا يعني من الحاجات اللي لا تنسى يعني في الجول. وادي الشعر اهو اللي بين دول يعني. وبرافو انك عرفت عن صلاح جاهين. برافو والله. طبعا برافو. كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا قلت هصعبها عليك اجيب له مين؟ صلاح جاهين. طلعت اسهل حاجه. طب في الكوره اسالك في الكوره. اتفضل. اهلاوي ولا زملكاوي؟ حسب المود. 4-3 محمد لطفي وبقول اهلاوي ولا زملكاوي حسب المود. طب اسالك على الكابتن حسن شحاته. ماشي. انا مصري ده بقى. طيب يعني ما تقوليش اهلاوي وزملكاوي، لان انا الحقيقه عشان انا رياضي، فيعني بحس ماشي زملكاوي واهلاوي، احنا فرق هنا في يعني فرقتين كله خلاص. دلوقتي حسن شحاته بقى مصري. حسن شحاته زملكاوي، لغى اهلاوي وزملكاوي وكل الكلام ده بقى. ماشي. في منتخب مصر. بالله. طيب كابتن حسن شحاته هو اول لاعب مصري يحترف بره مصر في انديه عربيه في السبعينات. قول لي اسم النادي العربي اللي احترف فيه كابتن حسن شحاته. لا مش عارف الحقيقه. ممكن يكون في السعوديه. لا. في دبي. لا. هتجيبهم لي واحده واحده. ما انا بقى ما فيش عندنا احتراف فين. ما كانش في احتراف. لا وقتها كان في احتراف. الفتره بتاعت الحرب دي كانت الكوره هنا عطلانه، فالكابتن حسب الناس اللي لعبت بره، ولعب هم سنتين بس، عمل شغل جامد هناك في نادي كازما الكويتي. الكويت. كنت لسه هقول الكويت ليه. عشان كده حسن شحاته هو اللعيب الوحيد تقريبا في العالم اللي خد جائزه احسن لاعب في افريقيا وفي اسيا، عشان لعب مع نادي كازما ده في بطوله اسيا وخد بطوله وخد احسن لعيب هناك. طيب ده فيعني مش عابر الاهلي والزمالك، ده عابر لاسيا وافريقيا كمان. علامه. طيب 4-4 والسؤال الاخير هو الفيصل. اتفضل. تمام. هسألك سؤال سريع. سؤال سريع بمعنى ايه؟ ارد عليه بسرعه برضه ولا على طول؟
ورا بعض. انا هقول لك الحاجه تقول لي الاجابه. انا هسألك 27 سؤال ورا بعض. انا على غفله. هقول لك اسم البحيره، تمام، مصريه، تقول لي هي موجوده فين. تمام، بما انك يعني من الفيوم. بحيره قارون. الفيوم. تمام. ادكو. البحيره. عد اللي هتقولهم صح. يعني قول لي 5 صح هحسب لك الدرجه. انت قلت القارون. التمساح. بحيره التمساح. في أسوان. الاسماعيليه. طب البردويل. في بعد بورسعيد بشويه كده. ايوه. هحسبها لك صح. شمال سيناء. شمال سيناء. طيب ناصر. أسوان. تمام. المنزله. في المنزله. المنزله بقى تبع ايه بقى؟ هي المنزله في المنزله، بس المنزله بقى قليوبيه، منوفيه، دقهليه. اوكي 4. طب مريوط. بحيرة مريوط. كينج مريوط. اسكندريه مظبوط. طيب البحيرات المره. بحيرات المره بقى دي في ناحيه بلطيم كده عشان فيها ملح كتير. الاسماعيليه. الريان. هنا في ايه؟ طريق مصر فيوم. مظبوط. انا قلت 10 كده. انت جاوبت اكتر من 5 وخدت درجه 5 4. 5 4. طبعا يعني مستحيل واحد يحكم على شخص هو مصري قد ايه من 9 اسئله. انت نورتنا بجد والله ومبسوط بيك. وانت مش محتاج ان احنا يعني ندخلك الامتحان ده عشان نعرف المهم انت مصري اصلي. المهم ان انت نجحت، ومهم ان احنا عرفنا حاجات ما كناش عارفينها واتبسطنا. صح. احنا بنحب مصر بلدنا وكمان حنين عليها. لما تمر ظروف صعبه بنستحمل، وكل فترة صعبة بتعدي دايما بعدها فترة حلوة ان شاء الله. يعني ربنا يعدي الايام دي بخير ان شاء الله. فاحنا يعني انا وابني واخويا وكلنا فدا ذره من تراب مصر. دي من قلبي لطفي. اشكرك وانا مصدق مشاعرك دي طبعا مؤمن بيها، واشكرك جدا وانت نورتني. وكل سنه وانت طيب. اتفضل.